1977 نورث كارولاينا يونايتد ستيتس بيتولد طفل اسمه جيفري نيرو هاردي، والطفل ده احنا نعرفه دلوقتي باسم جيف هاردي. وفي الفيديو ده هنحكي قصة حياة الكاريزماتيك انيجما جيف هاردي، السقوط الى الهاوية. سنة 1986، وزي ما كانت السنة ديت سنة ميلاد أسطورة في الكورة زي ميسي، دي كانت سنة بداية قصة الكاريزماتيك انيجما جيف هاردي مع عالم المصارعة الحرة، لما بدأ يتمرن مع أخوه مات هاردي في الفناء الخلفي للبيت. بس شاف كان غير من وهو صغير، وطبيعته إنه فنان في الأصل ظهرت في طريقة لعبه المخاطرة مع المتعة. ميزة الطفل ده في سنة 1993 ال WWF بجلالة قدرها تطلب جيف عشان يلعب نزال تجارب اداء غير متلفز طبعا، وجيف ساعتها خسر ولعب بعدها نزالات على فترات متقطعه يعني، لكنه عمره ما كسب. وهنا ال WWE كانت بتحضر الذهب عشان ينضج ويكبر ويبقى الماس. 1999 جيف نضج، والدبليو دبليو اي قررت تدخله في فريق مع اخوه مات هاردي. الجمهور بدأ يشوفهم ويلاحظهم، لكن جيف كان عليه الاهتمام الاكبر. جنانه، جرأته، الفيس بنت اللي على وشه، تفاعله مع الجمهور، والناس خلت الجماهير تتعلق بيه. دخل في ملاحم هو واخوه مع الدادلي بويز ايدج وكريستيان، صنع التاريخ نزالات التي ال سي. الظاهرة اندرتيكر بجلالة قدره كسر شخصيته واظهر له الاحترام بعد نزالهم سوا. وكل حاجة كانت بتقول ان في اسطورة جديدة هتشيل الاتحاد ده لسنين قدام، وهيبقى الواجهة على اي حد موجود. سيرفايفر سيريس 2002 بدأت ملامح ادمان المواد الممنوعة تظهر على جيف هاردي، بقى يغيب عن العروض. تم سحبه من كارد السيريس بعد ما كان هيشارك في نزال البراندات. الدبليو دبليو اي لاحظت وشافت اللي بيحصل وردت عليه عرض انه يدخل مصحة اعادة تأهيل، لكن جيف رفض وكان شايف انه كده مجرد شخص عايش حياته بمزاجه، عشان الدبليو دبليو اي ما تلاقيش اي حل غير طرده عشان بعدها يغيب عن الساحة حبة. لكن التي ان اي بتفتح له باب جديد عشان جيف يروح هناك ويقدر يبقى في العروض بشكل كويس نوعا ما، عشان تاني الدبليو دبليو اي بتفتح له باب للعودة. 2006 جيف رجع في عرض من عروض الرو على ايدج. جيف كان متواجد بسلاسة في العروض، كسب بطولة القارات وحقق اول لقب فردي ليه في الدبليو دبليو اي. خسر اللقب بعدها، لكنه كان متخطط له حاجة اعظم، هي الفوز بالماني ان ذا بانك في ريسل مانيا 24 وصرف الحقيبة في نفس العرض وفي نزال المين ايفنت بين سينا راندي وتريبل اتش. مارس 2008 وقبل المانيا بشهر جيف هاردي توقف 60 يوم بسبب تناوله للمنشطات. اتلغت كل خططه في المنيا، الحقيبة راحت ساعتها لبانك، ولحظة الصرف راحت بعدها ب7 سنين لرولينز، وجيف ضيع فرصة عمره من ايده، وشكلها كده خلاص نهاية موهبة كان مقدر لها كل النجاح. ال WWE ما فقدتش املها فيه، على عكس كل المتوقع. فينس ماكمان لسه مديله الثقة، عشان كده قرر يدخله على صورة بطولة ال WWE. وفي عرض ارماجيدون 2008 جيف هاردي كسب ايدج وتريبل اتش في نزال ثلاثي وبقى رسميا بطل ال WWE. الطفل اللي بدأ من جنينة بقى دلوقتي على قمة اكبر شركة في العالم، مبيعاته وشعبيته عدت جون سينا. ال WWE قررت تختبر جيف بانها تخسره اللقب في الرامبل قدام ايدج، وبعد خيانة مات هاردي ليه عشان جيف هاردي يدخل مع مات هاردي في عداوة للمنيا 25 ويقدر يكسبه في نزال من نوع اي كويت. واخيرا كل حاجة ماشية صح، اخيرا جيف هاردي لقى نفسه وخلاص النبوءة اللي كانت معمولة من زمان بتتحقق دلوقتي. اكستريم رولز 2009 جيف هاردي بيكسب بطولة العالم من ايدج بعد نزال ترابيزات سلالم كراسي، والكاريزماتيك انيجما رسميا بطل للعالم. خسر اللقب لبانك بعد صرف الشنطة عليه. المصارع اللي جيف اداله الشنطة اصلا بسبب وقفه قبل المنيا 24 هو اللي خسر جيف لحظته. لكن المهم جيف وبانك دخلوا في عداوة اسطورية مع بعض شالت عروض سماك داون، وجيف استرجع لقبه من تاني في النايت اوف تشامبيونز، والاتنين قدموا ملحمة في السمر سلام من نوع تي ال سي.
سماك داون بعد السمر سلام، جيف خسر من بنك في نزال ستيل كيج، كان من نوع لوزر ليز ذا كومباني او الخسران يغادر الشركه. وجيف فعلا كان عقده خلص مع الشركه، لكن كان المفروض ياخد اجازه بسيطه يرتاح فيها عشان بعدها يجدد، لكن جيف بكل غباء رفض التجديد وساب الشركه وهو في قمه مجده. 4 يناير 2010 جيف هاردي رجع للتي ان اي تاني، والكل قال خلاص رجع بروح مختلفة وجديدة، لكن اللي شفناه كان العكس. مشاكل في الحلبة وخلف الكواليس مع المصارعين ادت لكره كل اللوكر روم ليه، لكن المصيبة الاكبر كانت في فيكتوري رود 2010. اتحدد نزال احلام جيف هاردي ضد ستينج في المين ايفنت على بطولة التي ان اي. الجمهور كان متحمس جدا للنزال، لكن جيف دخل وهو محشش وسكران، ما كانش عارف هو فين ولا بيعمل ايه. إيريك بيشوف دخل امر الحكم وستينج ينهوا النزال في لحظتها. وفعلا النزال ما قعدش اكتر من 5 دقايق وكان ستينج كسبان جيف. جيف اتكره من كل المصارعين في الكواليس، اسطوره زي ستايلز طلع يتكلم وقال ان جيف هدم البيت اللي هو قاعد يبني فيه سنين. I've been here for 9 years, literally killing myself for this company. One night Jeff Hardy gets in the ring on a pay-per-view and almost destroys the whole thing. ستينج ما قدرش يمسك نفسه في النزال. التي ان اي اعلنت غياب هاردي لاجل غير مسمى عشان اخيرا جيف يفوق ويقرر يدخل مصحة اعادة تأهيل لاول مرة في حياته. جيف دخل المصحة وخرج انسان جديد، انسان نضيف. الكاريزماتيك انجما رجع اخيرا، قضى وقت مع عيلته، كان عايش حياة هادية نضيفة. انتج اول البوم ليه عن قصة حياته، ورجع في سبتمبر 2011 لحلبة التي ان اي بعد سنة غياب. فاز في 2012 ببطولة العالم من اوستن اريس وعمل ران حلوة بيها. رجع الهاردي بويز مع مات هاردي، اتحول هيل ورجع فيس. جيف هاردي رجع، لكن لسه محتاج يرجع لبيته من تاني. ريسلمانيا 33 جيف هاردي رجع مع اخوه من تاني في لحظة اسطورية. الجمهور كان مستني، الناس كلها عايزة تعرف ايه اللي هيعمله جيف كسب بطولة الولايات من اورتن وفضل بيها فترة لحد ما خسرها. وصلنا لسنة 2020، البانديميك ايرا جت، لكن جيف برضو كان موجود. قدم نزالات عظيمة مع سامي زين على بطولة القارات وكسبها في الاخر، لكنه خسرها بعدها في بداية 2021. الجمهور رجع وجيف رجع معاهم، رجع اغنية دخول الاسطورية نو مور وورد. جيف خلاص بقى نضيف وكلها كام شهر ويبدأ يدخل من تاني على صورة بطولة الاتحاد على درو ماكنتاير او ترايبل تشيف رومان رينز. 9 ديسمبر 2021 جيف هاردي كان في نزال في عرض محلي عشان جيف يسيب النزال ويمشي. جيف كان سكران تاني والدبليو دبليو اي عرض عليه تاني نفس العرض اللي عرضته عليه من 20 سنة، ادخل مصحة اعادة تأهيل، لكنه رفض تاني عشان الدبليو دبليو اي تفسخ عقده لاخر مرة. والناس كلها خلاص قالت دي نهاية موهبة كان مقدر لها كل النجاح. وفي 2022 جيف هاردي عمل الظهور الاول ليه في اي اي دبليو، لكنه ما قدرش برضه يلاقي نفسه هناك، وبان فعلا ساعتها تأثره بالسن خاصة مع رتم الاي اي دبليو السريع، عشان في 2024 يرجع التي ان اي. بالمناسبة هو جيف متعافي من الادمان على فكرة من 3 سنين ولحد دلوقتي ده حسب كلامه يعني. جيف لسه له بالكتير سنة ولا 2، اتمنى فيهم اشوفه ولو لمرة اخيرة في حلبات الدبليو دبليو اي، خاصة بعد شراكة الدبليو دبليو اي مع التي ان اي اللي ممكن تفتح المجال لان مصارعين التي ان اي يروحوا الدبليو دبليو اي والعكس. يعني شفنا جو هندري راح وشارك في المنيا، ان شاء الله يعني نيك نيمس او دولف زيجلر يرجع الدبليو دبليو اي كلحظة ولا حاجة. جيف هاردي صرح بالمناسبة وقال ان هو قسم احلامه في النزال الاعتزالي بتاعه رومان رينز، فاتمنى يعني يتحقق له واشوفه اخر مرة حتى في حلبات الدبليو دبليو. وبس كده، ده كان اول فيديو من قصة حياة مصارع. الفيديو دوت منتجه هيبقى صعب عليا اكيد وانا عارف، انا اسف لو الصوت فيه مشكله، في حبه مشاكل، انا اسف، انا بسجل وفي عز امتحانات وكده، لكن عشان قلت لازم الرجعه تبقى بفيديو تقيل وقوي. جيف هاردي انا كنت عايز اعمل الفيديو ده عنه، انا عامل فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم قوي وهعلن عنه في اخر الحلقه دي، بس اصبر معايا للاخر. الفيديو ده هيعجبكم قوي.
لكن الفيديو دوت كان بالنسبه لي شخصي قوي، لان انا بحب جيف هاردي جدا. جيف هاردي هو مصارع طفولتي، اكتر مصارع كنت بحبه وهو صغير. ما كانش محتاج يصطنع حاجه، فاهمني؟ هو كان بيجبرك تحبه لانك بتحبه عشان هو شبهك. هو شبهك في كل حاجه، وهو قالها قبل كده: انا انسان بغلط وبتعلم من غلطاتي. الكاريزماتيك انيجما كان حاجه تانية يا جماعه، وانا كمان حاجه تانية. ما تنسانيش تعمل شير ولايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، ده كان فيديو النهارده وعن قصة حياة أكتر مصارع ضيع نفسه رغم موهبته، الكاريزماتيك انيجما جيف هارد.